معنا عميد الفريق الوطني أشرف حكيمي. انتصار اليوم 4 أهداف مقابل هدفين أمام منتخب هايتي. حكيمي تبارك الله عليكم. سيتي با ايفيدون aujourd'hui, سيتي ان ماتش كومبليكي كونتر لاوتسايدر دو سو جروب. ديما هاد لو جون ديال لي ماتش كيكونوا صعاب في لا كوب دو موند. Ouais, salam alaikum, merci beaucoup. Ouais, comme tu t'as dit, des matchs comme ça, c'est un piège. هذا النوع من المباريات يكون دائما فخا لكل المنتخبات. كنا نعلم أن المباراة تمثل فرصة تاريخية للمنافس وقد فاجأونا بالهدف الأول، لكننا تفاعلنا بشكل جيد وعدنا في النتيجة. اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وأظهروا روحا جماعية قوية، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا في هذه البطولة وفي المستقبل أيضا. Sortir l'esprit de cette équipe, que c'est important pour cette compétition et pour l'avenir. أشرف، انت لو ليدر ديال هذا الجروب، انت الكابيتان ديكيب، انت ولد البلاد العزاز على المغاربه كاملين. اليوم فرحان بلو بروميي بوت ديالك في لا كوب دو موند، واحد لا سونساسيون سبيسيال اليوم اشرف. Ouais, comme tu t'as dit, c'est une fierté de marquer mon premier but dans la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas concentré ça, j'essaie de donner tout pour mon équipe. نعم، أشعر بفخر كبير لتسجيل أول أهدافي في كأس العالم، لكن تركيزي يبقى على مساعدة الفريق وتقديم كل ما أملك من أجل زملائي ومن أجل وطني. أشكر الجماهير المغربية على دعمها المتواصل لنا، فنحن نشعر بهذا الدعم في كل لحظة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن نجعلهم فخورين بنا. Travail et on va donner tout pour cette maillot pour qu'ils restent fiers toute cette compétition. Est-ce que vous préférez jouer contre les Pays-Bas ou bien le Japon ou bien la Suède? Non, il n'y a pas de préférence, tu sais, pour arriver le plus loin من possible. يريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة عليه أن يواجه أكبر المنتخبات. الآن علينا أن نركز على أنفسنا، نسترجع طاقتنا جيدا ونسافر إلى المكسيك. سنحتاج إلى دعم جميع الجماهير هناك، وسنقدم كل ما لدينا من أجل مواصلة المشوار وتحقيق أفضل نتائج في هذه البطولة. Donner tout pour continuer cette compétition. معنا نائل العناوي لاعب خط وسط الفريق الوطني. سي نائل العناوي، c'était pas un match facile aujourd'hui que prévu contre l'outsider de ce groupe, le Haïti. Comment vous avez géré ce match-là, le dernier match? كنا نتوقع مباراة صعبة، وكنا نعلم أن المنافس لم يعد لديه ما يخسره، لذلك لعب بحرية كبيرة. أعتقد أننا منحناه بعض الفرص التي لا يجب أن نمنحها في مثل هذه المباريات، ومع ذلك هناك العديد من الأمور التي يجب تصحيحها، لكننا أظهرنا شخصية قوية وتمكنا من العودة في المباراة، وهذا هو الجانب الإيجابي الذي نحتفظ به من لقاء اليوم. Il vous attend un match contre le leader du groupe F, peut-être les ou bien le Japon ou bien le Suède. Comment vous allez préparer le prochain match? بصراحة نحن نستعد لكل مباراة بأقصى درجات الجدية ونتعامل معها وكأنها نهائية. لن تكون هناك أي مباراة سهلة، خاصة مع وجود منافسين أقوياء، لذلك سنبدأ من الغد في التحضير وسننتظر أولا معرفة المنافس المقبل، ثم سنستعد له بأفضل طريقة ممكنة. تبارك الله عليكم، فيليسيتاسيون خويا، تبارك الله عليكم. اسماعيل سيباري، بتأثير واضح على الأداء الفريق الوطني، كيسجل مرة أخرى في كأس العالم. اسماعيل اون فورم، تبارك الله عليك. الفريق الوطني ما كانش ماتش ساهل كونتر هايتي. ديما هاد لو جون ديال لي ماتش كونت لي زاوتسايدر ديال لا كوب دي مون ما كيكونوش ماتشات ساهلين. لا ماشي سهل، وتا هايتي ما كان ما يخسروه، وما في لا كوب دو موند مشاو يوزو لو بليزير وعطاو كل شيء، ولكن حتى حنايا راه عطينا لهم لوكازيون باش يدخلوا في الماتش بهذوك جوج كوان. وهذيك ما نساش نخليوها يدوز، حتى كونت لي كلوب كبارين راه ما يدوزوش، ما يكون تري ديفيسيل. ولكن اليوم الحمد لله رجعنا، درنا ديزيام ميتون افيك 3 بوت 2 بوت وقدرنا نغلبوا. كيف دار ليتا ديسبري ديال الجروب اون جينيرال قبل الماتشات ديال ليليميناسيون ديريكت؟ كتسنى ماتشات كونتر الجابون ولا هولندا ولا السويد؟ ما كنظنش انه كيهمكم الفريق اللي غتلعبوا معاه تكونوا موجودين باش تمشيو بعيد. اللي بغيتي تمشي بعيد في لا كوب دو موند، ماشي مسكتي تشوف لوت كلوب، كتشوف راسك كتقدر دير انت وكتقدر تبريباري راسك، من بعد يكون خير. معنا حارس مرمى الفريق الوطني ياسين بونو، الضحكه ديالو المعتاده. ياسين، اليوم ما كانش ماتش ساهل مع الاوتسايدر ديال الجروب، هاد الماتشات ديما كيكونوا كومبليكي. كيف جريتو في دي كونديسيون اللي شويه كانوا صعاب؟ كانوا دي فوت في لا ديفونس. كيف جريتو هاد الماتش الصعيب، هاد الماتش السادس في الجروب اللي خلى الفريق الوطني يحصل المركز الثاني في هاد المجموعه؟ كما قلتي المباراه ما كانتش سهله، ما دخلناش يعني في المباراه. تعطلنا شويه باش ندخلوا في المباراه، كان ناقصنا شويه التوازن. كنظن واحد الوقيته دخلنا بزاف في اتاك ديفونس. يعني المباراه كانت، وكما كتعرف ملي كتلعب مع واحد الفريق اللي يعني
بريسك افريقي، يعني عنده لاعبين اللي بلا فيتاس وداك الشيء، دونك ملي كيكون اتساع فكيكون صعيب شويه. دونك دوزيام ميطون تحكمنا اكثر يعني في المباراه، كان واحد التوازن يعني ما بين الهجوم والدفاع، وهادشي اللي خلانا نتحكموا في المباراه ونهاجموا احسن من الشوط الاول. ياسين، لوبجيكتيف اليوم ديال لو جروب واش كان هو احتلال المركز الاول في هذه المجموعه، ولا ما كيهمكمش المنتخب اللي غتواجهوا في الدور الثاني، علما ان المنتخبات اللي كتدرب على انها تتوج وتمشي بعيد في كاس العالم ما كيهمش المنتخب اللي غتلعب قدامه؟ وبالفعل المنتخب يعني لا بغى يمشي بعيد فما خصوش يفكر بحال اللي قلتي، خصك يعني اي فريق تواجهه وتفوز عليه. واصلا المجموعه ديالنا ما كتسمحش لك يعني تلعب امير تروازيام ولا هذه، فكنظن لوبجيكتيف ديالنا كان هو الفوز، وبالاخص نكملوا في التطور اللي الفريق يعني جاي فيه، يدخلوا لاعبين جداد هما كانوا في مستوى كبير، وهذا الشيء ربح لينا يعني، والحمد لله. فاش مشيتي للمكسيك؟ مشيت لها. نعم. مشيت لها تعيد. تمشي لها الكره، مشيت لها الكره. تمشي لها هذه المره في مونتيري في دي كونديسيون مختلفين على لي كونديسيون هنايا ديال المدن اللي لعبتوا فيهم. كيفاش كتسناو هذا الماتش؟ كيفاش غتبريباريو ليه ان شاء الله؟ كنظن بان الجمهور المكسيكي فهو كيحب المنتخب الوطني المغربي، كنظن يعني كرويا فكاينه واحد ليدونتيتي اللي متقاربه. انا متاكد بان الجمهور المكسيكي غادي يتعاطف كثير مع المنتخب الوطني المغربي، وحتى حنا فرحانين يعني صراحه باش نلعبوا في واحد البلد اللي يعني تاريخيا عطانا شيء كبير في كره القدم. ذكريات كاس العالم 86. ذكريات ديال 86 واول كاس العالم ديال 70. ف يعني ماشي شي حاجه، ماشي اي قدر. مثلا المكسيك يعني عندنا معاه واحد التاريخ، فمزيانين. يكون فورم ياسين بون، راه اون فورم بخير الحمد لله، ما كاين لا بليسيور ما كاين حتى شي حاجه. انتم شفتوا اليوم كان معنا ياسين بون، وكنتمنى لكم التوفيق ياسين، كنا ثقه فيكم ان شاء الله باذن الله تمشوا بعيد في كاس العالم بالتوفيق. شكرا ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الوطني. فوز الفريق الوطني ب4 أهداف مقابل هدفين امام منتخب هايتي، وتأهل كتاني لهذه المجموعه للدور المقبل، في انتظار من سنواجه بين منتخبات السويد اليابان وهولندا. معنا بلال الخنوس. بلال، تبارك الله عليكم. اليوم كان ماتش صعيب، ما كانش ماتش سهل مع هايتي، ولكن المهم هو انه هذاك الكامباك رجعتوا في الريزولتا 4 ديال البيوت. ما كان سهل الماتش اليوم. نو فوالا ما كانش سهل. مع ديك لي مومون خسرنا شويه الريسبي دو لادفيرسير. فوالا اليوم on a encaissé 2 buts. C'est des situations normalement qui ne peuvent pas arriver. On doit rester concentré pendant tout le match et respecter l'adversaire. Et voilà, après je pense qu'on s'est bien repris en main et voilà, alhamdoulilah, on a réussi à prendre les 3 points. بلال، كيف كان لو سبيتش ديال لو كوتش اونتر ميطون؟ شفنا واحد الوجه واحد اخر ديالكم في الدوزيام ميطون اليوم. فوالا في لا ميطون الكوتش قال اي كره اللي كنخسروا اي ديول اللي كنخسروا عندهم واحد لو كونتر، عندهم واحد لوكازيون. ما خسرناش نعطيهم ديك الثقه باش يدخلوا في الماتش. وفوالا هادشي اللي حسنا في دوزيام ميطون، وفوالا الحمد لله ربحنا. تبارك الله عليكم، فيليسيتاسيون. كان معنا بلال الخنوس.